هاد القصة اللي غادي نعاود لكم اليوم انا متأكد عمركم ما سمعتوها من قبل وتقد تجيكم عجيبة. انا براسي اللي باغي نعاودها لكم باقي ما متيقهاش، ولكن كاينين بزاف ديال الصحف العالمية اللي اكدات حدوث هاد الشيء كامل اللي غادي ندويو عليه. فكيف العادة الا بغيتي تفهم علاش وكيفاش ومناش خليك معانا. 1883 في جريدة البوسطن الأمريكية، ومن بعد نهار طويل ديال الخدمة جلس إدوارد سامسون في المكتب ديالو كيفكر في موضوع المقال الجديد اللي غادي يكتب. سامسون كان من أشهر الصحفيين في المنطقة بسبب مقالاته المميزة وطريقة الكتابة اللي كتجذب الناس واللي خلات يكونوا عنده بزاف ديال المتتبعين. المهم هاد الليلة ما غاديش تكون بحال كاع الليالي اللي دازو. سامسون وهو جالس كيخمم في المقال الجديد غلبو النعاس ومشى في نوم عميق، وهو ناعس شاف واحد الحلم عجيب اللي غادي يولي لغز في تاريخ الكتابه من بعد. المهم حلم باللي كان طاير في السماء من فوق جزيره في المحيط الهندي اللي فيها بزاف ديال الناس كيبانوا ناشطين وعايشين مزيان. واحد شويه هو يهبط لديك الجزيره باش يستمتع بداك الجو زوين ويشوف دوك الناس كيفاش عايشين. حتى لحد هنا كلشي مزيان. شويه داك الحلم تبدل لكابوس، انفجر بركان عظيم ومن بعد منه زلزال اللي غادي يعصف بالسكان ديال ديك الجزيره. تقلبات الامور راسا على عقب وما بقاش عارف اشنو يدير. وسط هاد الشيء كامل اللي واقع سامسون غادي يفيق من النعاس، كان خايف بزاف وكيلهج من شده الفزع اللي عاشو. الصوت ديال الناس والخوف باقي ليه في ودنيه. الواقعيه ديال الحلم كان عندها اثر كبير في نفسيه سامسون. المهم من بعد ما فاق كتب كل ما عاشو في داك الحلم من احداث وكاع داك الشيء اللي عاشو بواحد الطريقه زوينه وسلسه، واحتفظ بها فوق المكتب ديالو وخلاها كذكرى. وقال باللي ممكن شي نهار ينشرها كقصه خياليه، وسمى ديك الجزيره باسم بيفلاب. عقلوا على هاد السميه مزيان حيت ممكن نحتاجوها في الاخر. من بعد ما مشى سامسون من مكتب العمل جا مدير الصحيفه، وملي دخل المكتب لقى ورقه معلقه، خداها وقراها. التناسق اللي كان في الكتابه والطريقه ديال سرد الاحداث المحكمه كتوحي باللي داكشي اللي كان مكتوب وقع ديال بصح. هادشي اللي خلاه يظن باللي هذاك سبق صحفي، ومشى دغيا للمطبعه وتنشرات القصه. لقات القصه اقبال كبير وعرفات انتشار واسع. الناس اللي قراو ديك القصه تاثروا بها بشكل ماشي طبيعي وتعاطفوا مع سكان ديال ديك الجزيره. من بعد ناضوا الصحف المنافسه كيتسائلوا على كيفاش هاد سامسون تمكن يوصل لهاد المعلومات كامله. هنا سامسون مشى عند مدير الصحيفه وعاود ليه كلشي بالتفاصيل. قال ليه باللي داكشي اللي كان كاتب كله مجرد حلم تافه وباللي شي حاجه كتخصو وباللي فهم الموضوع غلط. هنا ناض مدير الصحيفه وجرى عليه من الخدمه واعتذر للقراء والصحف المنافسه. ومن بعد ما كان سامسون ذو قيمه ومكانه في الوسط الاعلامي ولا منبوذ، وتجاريده ما بغات تخدمه وسال الموضوع هنا. من بعد 2 سيمانات تقريبا غادي تبان واحد السفينه مدمره والناس اللي راكبين فيها والطاقم ديالها كله مصدوم من شده داكشي اللي عاشوه. الهلاع والخوف كانوا باينين على عينيهم وما قدوش يخبيوه. شويه بدا واحد من المصابين كيعاود الاحداث اللي عاش، والمفاجاه داكشي اللي قالوا داك المصاب جا مطابق لكاع الاحداث اللي عاشها سامسون في الحلم ديالو. الحلم تحول الى حقيقه. اختفى جزء كبير من جزيره كراكاتاو اللي كاينه في اندونيسيا بفعل انفجار عظيم ديال واحد البركان، والنتيجه مات اكثر من 35,000 شخص والاف ديال المصابين. اول واحد اللي في المصلحه ديالو كل موقع هو مدير صحيفه بوسطن اللي ناض كيقول باللي كانوا سباقين للتنبؤ بكل ما وقع من احداث في ديك الجزيره، وولات الانظار موجهه لسامسون. وكاع الصحف اللي كانوا نابدينه ولاو باغيين يخدم معاهم، ولكن هو رجع للخدمه اللي كان فيها مع امتيازات جديده. من بعد هاد الاحداث كامله داروا ابحاث لدراسه هاد الواقعه، والمفاجأة هو أن السكان الأصليين كانوا مسمينها باسم بيفلاب، هو نفس الاسم اللي سماها سامسون ملي كتب القصة ديالو. المهم هاد القصة تخلدات كعلامة استفهام كبيرة، وما قدوش الناس اللي جاو من بعد يربطوا ما بين الحلم والواقع. هذا ما كان. نتلاقاو في فيديو جديد وفي قصة جديدة. السلام عليكم.